جنون وانهيار الإعلام الجزائري بعد فوز البطل المغربي سفيان البقالي ببطولة العالم لألعاب القوى، وتصريحات غريبة ومضحكة جدا ستدهشك عزيزي المتابع. ولكن إذا كنت تفتخر بهذا الإنجاز التاريخي لبطلنا العالمي فالمرجو الإعجاب بهذا الفيديو ليصل للجميع والاشتراك في القناة دعما لنا. بعد مشاركة البطل المغربي سفيان البقالي يوم أمس الثلاثاء في نهائي سباق 3000 متر موانع في إطار الدورة 19 لألعاب القوى والمنظمة هذه السنة في دولة هنغاريا، واستطاع البطل المغربي هز العالم والظفر بالمركز الأول والفوز بالبطولة بتوقيت قياسي جدا 8 دقائق و3 ثوان فقط، وهو إنجاز تاريخي جدا وغير مسبوق. وقد استغربت الصحافة الجزائرية من هذا الإنجاز، خاصة وأنها المرة الثانية على التوالي، حيث شككت بعض المنابر الإعلامية المشهورة أن هناك مؤامرة مدبرة بين المغرب، بينما عبرت أخرى عن قلقها وشكها في نزاهة البطل المغربي واتهامه بالغش. ولكن الحقيقة أن نتائج بطلنا المغربي قد جاءت أولا بفضل الله عز وجل، وثانيا ثمرة لمجهوداته الجبارة والتي لا يستطيع أن يتخيلها أحد. وأخيرا ألف مبروك لبطلنا المغربي لتشريفه راية المملكة المغربية وفوزه بالذهب.